بتبدأ أحداث مسلسل النهاردة بالمحامية كيم يوري اللي بتكون في المحكمة علشان تدافع عن عامل مات أثناء شغله في تنظيف ماكينة في واحد من المصانع. بس لما بترجع الشركة بتلاقي الرئيس التنفيذي بتاعها عامل لها حفلة استقالة وبيقول لها مش عاوز أشوف وشك هنا تاني بسبب الفلوس اللي خسروها بسببها. أول ما بتخرج بقى بتلاقي رئيس حزب يون مستنيها علشان يعزمها على الغدا ويطلب منها شغل جديد، وبيقول لها انت هتشتغلي ايه بعد ما الرئيس طردك من الشركة يا كيم بيوقف اللحمة في زورها. المهم بعد كده بيعرض عليها تشتغل معاه لانه محتاج وجه جديد في الحزب بتاعه، بس هي بترفض وبتقول له لا يا عم الحاج، انا هفتح كافيه على الضيق كده وهسميه مقهى القانون علشان اللي عاوز قهوة يلاقي واللي عاوز قانون برضه يلاقي. على العموم بعد شوية بنشوفها في فرح اصحابها سو هيون وجين كي، وكلهم ساعتها كانوا عمالين يعيطوا زي ما انتوا شايفين كده ما عدا كيم جيونج اللي كان واقف يضحك عليهم. بنعرف بقى ان الاربعه دول اصحاب جدا من ايام المدرسه، بس كيم جيونج اختفى مؤخرا بسبب شغله. بنشوف بقى كيم وهو بيحكي عن نفسه وبيعرفنا انه كاتب مشهور وعنده روايات مهمه، بس العائد اللي بيجيله منها مش كتير وعلشان كده الناس بتفضل تقول عليه متشرد وعاطل. وفي يوم بتكون كيم قاعده في مقهى الاشباح اللي مأجراه ده علشان تنظفه وترتب فيه شويه، بس ساعتها بتفضل تسمع اصوات مرعبه كل شويه فبتنزل تجري على الشارع. بالصدفه بقى بتقابل كيم اللي بيبقى ساكن معاها في نفس الشارع وبيفضل يقول لها تسيب المكان ده، لكنها بتقول له حرام عليك يا عم، ده انت المفروض صاحبي من زمان وبتتمنى لي الخير يعني. فبيقول لها ما علشان انا صاحبك من زمان بقول لك سيبيه، بس هي وقتها بتتخانق معاه وبتقول له خليك في الروايات بتاعتك ياض انت ومالكش دعوه بكلام الكبار ده. تاني يوم الصبح بيوصل له عقد الايجار على الشقه، فبيتصل على طول بكيم وبيتخانق معاها علشان عملت اللي في دماغها برضه واجرت المحل ومستنيه منه يمضي طرف تاني. فبيقول لها ساعتها خلي بالك انا ممكن الغي موضوع الايجار ده خالص. فبتقول له يا ريت تعمل كده وانا جرجرك في المحاكم لحد ما اقطع نفسك وارفع عليك قضايا قد كده، دلوقتي انت تقبل بقى ان اجر المحل اسهل لك من كل الحوارات دي. فبيتعصب جدا وبيقول لها انا عاوز مصلحتك على فكره وممكن تلاقي مكان احسن من ده بكتير بس انت دوري شويه. فبتقول له ده لو بقى وبعدين مين اللي هيحاسبني على البنزين اللي هلف ادور بيه ده. المهم بعد ما بتخلص المكالمه بتطلع على شركه كانج هو علشان تقنع العمال اللي هناك اللي زميلهم مات ده انهم يشهدوا بالحقيقه في المحكمه، وهي انهم بيبقوا شغالين في التنظيف والالات شغاله، بس هم بيخافوا يعملوا كده لان الشهاده دي ممكن تفقدهم وظيفتهم وهم محتاجين اي فلوس. فبتتعصب عليهم وقتها وبتقول لهم ان في 2000 عامل بيموتوا كل سنه بسبب حوادث زي دي، ولو الشركات ركبت مفاتيح امان مش هتكلفها حاجه، بس هم حياه الناس مش هماهم. بتطلع بعد كده على مكتبها في شركه المحاماه وهي متضايقه جدا، وهناك بتقابل المدير اللي بيقول لها ايه اللي جابك هنا تاني انا مش رفدتك. فبتقول له ان هي عندها امل تكسب القضيه علشان خاطر العمال الغلابه دول لانها يعني شايله همهم، وبتقعد تفتكر ايام ما كانت لسه في المدرسه. وفي يوم بتشوف في التلفزيون ان المصنع اللي ابوها شغال فيه حصل فيه حادثه كبيره، فبتطلع تجري على المستشفى بسرعه بس هناك بتلاقيه مات. ولما بيروحوا المحكمة علشان ياخدوا حقه الشركة بتكون موكلة محامي ما عندهوش ضمير بيدفع رشوة لزمايله علشان يشهدوا انه كان سكران في وقت الشغل، وبكده القضية بتسقط من عليهم. فبتقرر من يومها انها لازم تكون فاهمة في القانون كويس جدا وعلشان كده بتطلع محامية. عامة لما بيجي يوم القضية بتاعة العمال دي بتكتشف كيم انها ناسية اوراق مهمة عند كيم جيونج، فبتتصل بيه علشان يوصلها ليها في المحكمة بسرعة. هو بقى ما بيبقاش عاوز يروح لان الناس كلها عارفاه هناك لانه كان مدعي عام واستقال، بس بيضطر يروح وبيقعد يتفرج على المرافعه لحد ما بتخلص. المهم بعد كده بيحكي لنا كيم جيونج عن اول مره شاف فيها كيم في 2006 وانه وقتها وقع في حبها من اول مطب، ولما بيوصل المدرسه بيقعدوا زمايله يضايقوه بس هي بتيجي تدافع عنه، ومع الايام بيتصاحب عليها هي وجين كي وسو هيون وبيبقى باين اعجابه الشديد بيها، بس صاحبه بيقول له افقد الامل يا حماده، كيم دي عديمه الاحساس اساسا، مش كل ما تشوفها بقى عينيك تفضل تطلع قلوب. ومن ساعتها وهو بيحبها من طرف واحد لمدة 17 سنة بس. بنروح بقى لكيم اللي ما بتصدق بتلاقي حد يشتغل معاها وبتبقى معجونة علشان تديله الوظيفة، بس كيم جيونج بيقطع كلامهم وبيجي يشوف ورقة كده فبيلاقيه في كلية حقوق، وساعتها بيقعد يقول له ما تتدرب يا ابني في مكتب محاماة ولا انت كان نفسك تبقى قهوجي ومجموعك ما جابش. وبعد كده بيتخانق مع كيم لانها ما تعرفش شكل حبوب القهوة عامل ازاي اصلا، يبقى ازاي بقى هتفتح كافيه. المهم فجأة وقتها بيشم ريحة
القهوة كده، فبيقوم يشوف هي جاية منين، وساعتها بيلاقي في وشه يون كانج اللي بيبقى خبير في صناعة القهوة وهو اللي هيبقى مسؤول عنها. أول ما بيجي الليل بقى بتبقى قاعدة تنظم كده في المكان، بس بتسمع صوت خبط في السقف، وساعتها بتفتكر إن السمسارة اللي جابت لها المكان قالت لها إن في شبح، وعلشان كده صاحب العمارة عاوز يمشيها، بس هي قالت لها يعني إنها مش بتخاف من الأشباح. بس بقى لما الصوت بيزيد بتترعب وبتطلع تجري على عيادة الدكتور اللي بيقول لها كمان إن الجزء اللي فوق الكافيه فاضي أصلا، وهم هنا هاديين جدا ومش بيعملوا أي صوت. فبترجع علشان تاخد حاجتها وتمشي، بس فجأة بتلاقي قدامها واحد ماسك شاكوش ومش بيبقى قدامها غير إنها تصوت، وساعتها لما بيسمع كيم الصوت بيجري بسرعة عليها وبيفضل يضرب في الراجل ده، بس فجأة بتفتكر إنها لسه شايفاه فوق في العيادة، فبتطلب من كيم يسيبه، وبتكتشف في الآخر إن الراجل اللي كان العلقة ده كان جاي في استشارة قانونية. المهم في يوم تاني بيبقى كيم جيونج قاعد ياكل مع جيرانه، وبتيجي واحدة منهم تسأله عن علاقته بالبت بتاعة القهوة دي، فبيقول لها إنهم كانوا مجرد زمايل في الجامعة. فبتقول له طب يا مجرد زميل انت، الدكتور اللي في الدور التاني معجب بالبت دي، ما تحاول تتلحلح كده وتساعده يكلمها. وقبل ما تخلص بيلاقي الدكتور رايح ناحية الكافيه، وبيقابل كيم هناك علشان يعتذر لها ان المريض بتاعه خوفها امبارح، فبتقول له لا عادي ده شغلي وانا هعدي عليه علشان اساعده، فبيطلب منها يروح معاها. ساعتها بيدخل كيم جيونج وبيقول لها تروحي فين بقى ان شاء الله انتي والبلطو ده، وبيقعدوا يتخانقوا مع بعض لحد ما بيمشي. بالليل بقى بيفضل قاعد يراقبهم لحد ما بيلاقيهم رايحين يعاينوا شقة الراجل المتضرر، فبيصمم انه يروح معاهم كده عافية. ولما بيوصلوا هناك بيلاقوا الراجل حالته صعبة وفعلا ما كانش بينام، بس في الحقيقة ما بيبقاش فيه اي نوع اصوات من اللي بيقول عليها، والجيران هاديين جدا. بتفضل بقى تتحرى عن الموضوع ده لحد ما بتكتشف ان الراجل ده مفيش حد ساكن فوقيه اصلا، بس الشركة اللي بنت العمارة هي نفس الشركة اللي ابوها كان شغال فيها ومات بسبب ان اصحابه ما عندهمش ضمير. فبتقترح وقتها على الراجل انه يرفع دعوة قضائية على الشركة نفسها لانهم مش مستخدمين عوازل ضوضاء، واي صوت في اي شقة بيسمع في الباقي. ولما بيعرف جيونج من يوري المعلومات دي بيفتكر لما اتخانق مع ابوه بسبب القضية دي، وانه ما قدرش يعمل حاجة لابو كيم بالرغم من انه كان يقدر، واختار انه يخسر القضية كده عادي، وانه ما يعرفش هو بيحاول يحمي ايه بالظبط، بس اكيد يعني مش القانون. وبيكون الموقف ده بالتحديد هو اللي خلى كيم جيونج يستقيل من منصبه لانه اكتشف ان ابوه كان بيساعد شركة دهان. بنروح بقى دلوقتي لمجموعة الرؤساء التنفيذيين لشركة دهان، وهم قاعدين يتناقشوا في امر رواية كيم، وان فيها اسقاط بشكل كبير عليهم وكمان على عدد تاني من الشركات. بس بيبقى رأي واحد منهم انها رواية يعني في الاخر مجرد حاجة خيالية كده وخلاص، بس مش بيقتنع بكلامه وبيقرر انه لازم يلاقيه بأي تمن. بالليل بقى بيكون كيم قاعد وبيلاقي ابن عمة الدكتور بيتصل بيه وعاوز رقم كيم بسرعة علشان يعرف هي قالت ايه للراجل خلاه عاوز ينتحر. فبيطلع يجري على هناك بسرعة وبيفضل يتكلم معاه يعني انه مش لوحده، وانهم هيقاتلوا مع بعض ضد الشركة اللي بنت العمارة دي ويقطعوا المعاناة خالص. فعلا الراجل بيقتنع وبيتراجع عن قرار الانتحار. بعد شوية بقى لما بتوصل كيم بتكون خايفة جدا ومخضوضة، وبتحاول انها تتكلم مع جو، بس الدكتور بيوقفها وبيقول لها انه محتاج يتكلم معاها هو الاول، وبيطلب من جيونج يرجعها على البيت. بس كيم وقتها بيلاحظ ان نوبات الهلع بدأت ترجع لها تاني، فبيظبط لها ميعاد مع ابن عمه علشان يكشف عليها. فعلا بتروح تتكلم معاه شوية، وبعد كده بتطلع على شغلها تقعد شوية برضه، وبعد كده بتاخد قهوة وبتروح تزور جو سيون في المستشفى، واللي بيبقى واضح انه فاهم نفسه وحالته اتحسنت كتير عن الاول. وبيطلب منها كيم انها تقدم اعتذار للجيران بالنيابة عنه بسبب الحيطان اللي كان بيكسرها بالشاكوش، وكمان بيطلب منها تمشي في القضية اللي كانت قايله له عليها. فبتروح على طول تجهز اوراق القضيه وبتوريها لجيونج اللي بيتخانق معاها، وبيقول لها انت برضو عاوزه ترفعي قضيه على شركه دهان بالرغم من انك ساعه ما جيتي هنا وعدتيني انك هتقدمي الاستشارات القانونيه من غير مشاكل. بس هي بتقول له مالكش دعوه، وبتبدا تجمع الناس علشان تقنعهم بالفكره وان فعلا شقق الشركه دي مؤذيه وما فيهاش اي عزل للصوت. بس جيونج بيدخل يملى المكان بالبؤس وبيحبط كل املها لما بيقول لها ان العماره دي بقالها 16 سنه والناس ما اشتكتش من وقتها، هتيجي انت تشتكي دلوقتي؟ طبعا محدش هيصدقك وهتخسري القضيه. بس برضه هي بتصمم على رايها وبترفع الدعوه القضائيه. ساعتها بقى بتلاقي كل سكان العماره جايين يقولوا لها هنشتغل معاكي في الطريق ده، وكمان جيونج بيساعدها بطريقته، وبيقرر انهم لازم يعملوا حاجه كرييتيف يكشفوا بيها الموضوع ده. فبيروح يجيب اصحابه اللي بيعرفوا يعزفوا على الالات الموسيقيه زي الطبول والبيانو والجيتار، وبيروحوا مع بعض للعماره، وكل واحد فيهم بيقعد في شقه مختلفه عن التانيه وبيعزف على الاله اللي معاه. ساعتها جيونج
بقى بيقف يغني، وطبعا كل ده وهم بيصوروا فيديو علشان يعرفوا الناس ان اصوات العمارة كلها مفتحة على بعضها. ولما بيترفع الفيديو على الانترنت بيجيب ريتش عالي جدا لحد ما بيوصل لشركة دهان اللي بيبقى المدير بتاعها وقتها متضايق جدا وبيفضل يتخانق مع رجالته وبيطردهم من المكتب. وبعد بقى ما المرحلة الأولى من الخطة بتحقق المطلوب، بتستعد كيم يوري وكيم جيونج علشان يروحوا لمقر شركة دهان وينفذوا الجزء الثاني من الخطة. ولما بيوصلوا هناك بتفضل كيم تستعرض مهاراتها في القانون وبتوريهم وثائق انها ترفع دعوة قضائية ضدهم في المحكمة، ودي مش شخصنة ولا حاجة خالص يعني لا سمح الله، بس علشان الصالح العام للمواطنين وكده. اما جيونج فما شاء الله عليه بيخلص الكلام حرفيا، ما بيقولش ولا كلمة وبيخلص البسكوت برضه، وواضح كده انه كان رايح من غير فطار. المهم ان كيم يوري بتقترح عليه يحل الموضوع معاها بشكل ودي بدل يعني ما تمرمطه في المحاكم، فبيطلب منها شوية وقت علشان يعرض الموضوع على رؤسائه. بعد شوية كده بيرجع يقول لها انهم خلاص هيعملوا عوازل ضوضاء في العمارة وكمان هيدوا تعويض لكل الاسر المتضررة، بس هي يعني بتفضل تتخانق مع محامي الشركة لحد ما بتوصل لاتفاق كويس نوعا ما، وبتبقى فرحانة جدا انها قدرت تعمل حاجة. بترجع بعد كده على طول للسكان بالخبر ان الشركة هتصلح العمارة وكمان كل اسرة هتاخد 8 مليون وون كتعويض. وبعد ما بتمشي مدير الشركة بيبقى هيتجنن طبعا، فبيبعت لرئيس كيم يوري في الشغل، ولما بيجي بيقول له انها سابت الشغل معاهم من فترة وهو ما يعرفش حاجة عنها. المهم في يوم تاني بتبقى كيم راجعة من بره، واول ما بتدخل من الباب بتلاقيه مكسور وكل حاجة جوه متدمرة، ده غير كمان الدم اللي كان مالي الارضية، وبيبقى واضح ان كان في مجموعة من الحرامية هنا وقتلوا الكلب بتاعها. اول بقى ما بتشوف اللي حاصل ده بتجيلها نوبة هلع وما بتبقاش قادرة تتنفس، فبيجي جيونج يخرجها من المكان وبيوديها بيته علشان ترتاح شوية. بيبلغ بقى هو الشرطة اللي بتيجي تجمع الأدلة في المكان، بس للأسف مش بيلاقوا أي بصمات، ده غير إن كاميرات المراقبة اللي في العمارة كلها اتعطلت، وده معناه إنها جناية مترتبة مش مجرد سرقة عادية. هي بقى لما بترتاح شوية بتروح هي وجيونج لمركز الشرطة علشان تتابع التحقيق، وبيظهر لها وقتها المحقق لقطات من الكاميرا بتاعة المراقبة اللي في الشارع واللي كان باين فيها الحرامي، بس هي ما بتبقاش عارفة ده مين بالظبط. فبيقول لها الضابط انه شايف ان اللي حصل ده كتحذير ليها. اول بقى ما بتخرج بره بتفضل تشتم على شركة دهان علشان قتلوا الكلب بتاعها وكسروا الكافيه اللي هي تعبانة فيه، وكان بيفضل يضحك على الكلام اللي بتقوله. بنشوف دلوقتي بقى مدير الشركة اللي بيبقى راكب العربية مع رجالته وبيقول لهم ليه كده بتقتلوا الكلب؟ زعلتوني، ما قتلتوهاش هي وخلاص ليه؟ كنت ريحتوا دماغي من الصداع اللي انا فيه ده. وقتها بيديله الراجل تقرير عن يوري بيبقى مكتوب فيه ان العامل اللي مات في المخزن من كام سنة يبقى ابوها، فبيقول للمدير لا يا راجل اكيد يعني مش هندمر العيلة كلها، يعني ما يهونوش عليا صدقني، وريني كده الورق ده بيقول ايه. المهم بنرجع لكيم اللي حالتها اتحسنت شوية وبدأت ترجع تشتغل تاني، واول استشارة بتجيلها في اليوم ده بتكون واحدة متضايقة من جارها في البيت وفاكرة انه ماشي وراها هي وابنها على طول وبيصورهم كمان. في نفس اليوم بالليل بيجي الراجل اللي كانت بتتهمه يوري علشان يقول لها انه بريء وانه يعني مش بيطاردها ولا حاجة، فبتقول له امال عرفت منين انها كانت هنا يا حمادة؟ فبيشرح لها انه بيراقبها مش بيطاردها، وده لانها ست مريبة كده وهو مش بيرتاح لها لانها المفروض معاها طفل واحد وده اللي بتنزل بيه على طول. بس هو مرة شم حاجة كده مش حلوة وراح يشتكي لها، فشاف طفل تاني جوه البيت، يعني دول اتنين مش واحد، وكمان الطفل ده بينزل لوحده بالليل وبيفضل يلف في الشوارع. اول بقى ما بتشوف الصور بتلاحظ ان البنت ماسكه نفس اللعبه اللي لقيتها واقعه عندها في الكافيه، فبتستنتج ان البنت دي بتيجي تستخبى عند السلالم بتاعتها. على طول بتروح هي وجيونج لمركز الشرطه علشان يعني يبلغوهم باللي حصل ده، فبيطلع معاهم ضابط على هناك، بس مش بيلاقوا غير بنت واحده اسمها جون، وبيفضلوا يدوروا على التانيه بس مش بيلاقوها. لكن لما بيضغطوا على الام بتفضل تصرخ وبتقول لهم انها كانت معاقباها علشان بتسرق الفلوس، بس هي هربت وبقالها يومين مش لاقياها. فبيتواصل الضابط مع ابو البنت علشان يجي ياخدها لان الام دلوقتي لازم تروح معاهم على الاسم، بس هي بقى اول ما بتسمع كده بتتجنن اكتر وبترفع عليهم السكينه كمان علشان محدش ياخد منها بنتها. ساعتها بيتعور جيونج وهو بيحاول يمنعها، بس بتكون اصابه سطحيه يعني بتتعالج بسهوله. وبعد ما بيخرج من المستشفى بيتصل بصديقه علشان يساعده في البحث عن بنت تايهه بقالها يومين كده اسمها سون. اول بقى ما بتقعد كيم مع جون بتعرف منها انهم كانوا عايشين فتره مع اسره بالتبني وكانوا مبسوطين جدا هناك، وان اختها قالت لها قبل ما تمشي انها تروح تدور عليهم ولو لقيتهم هتيجي علشان تاخدها، بس المشوار ده طويل ومحتاج فلوس. ساعتها بتفتكر بقى ان محفظتها اختفت بعد ما نسيتها في الكافيه، وان البطاقه بتاعتها تم استخدامها من فتره قليله في السوق.
فبتتصل بجيونج وبتعرفه العنوان، فبيقول لها ان السوق ده قريب من بيت الاسره اللي قعدوا معاها 6 شهور، وانه هيتصل بالشرطه ويطلع على هناك على طول. بس لما بيوصلوا هناك بيفضلوا يدوروا عليها لحد ما بيتعبوا ومش بيلاقوها، فبيرجع جيونج مع يوري للكافيه وهناك بيلاقوها واقفه قدام التلاجة. بس اول ما بتشوفهم بتترعب وبتجري، فبتفضل يوري تطمنها انها مش هتعمل لها حاجه وهي مش زعلانه علشان اخدت محفظتها. فبتفضل البنت تعيط وبتقول لها انها لازم ترجع البيت علشان تحمي اختها، وده بيخلي يوري تعيط هي كمان، وبتوعدها انها تجيب لها اختها وترجعهم الاتنين للعيله اللي هم عاوزين يعيشوا معاها. المهم بعد كام يوم بتروح المحاميه بتاعه الام تتخانق مع يوري، او بمعنى اصح يوري هي اللي بتشدها من شعرها قدام الناس علشان مش مقتنعه بكلامها وشايفه ان الام مجرمه. خلال ساعات بتكون الخناقه دي متصوره ونازله في كل مكان وفضيحتهم بتبقى بجلاجل. بس بعد الفضيحه دي بتفضل العروض تنزل ترف على يوري والقنوات بتتسابق عليها علشان تطلع معاهم لقاء، وفعلا بتلبس الحته اللي على الحبل وبتطلع تقدم مقترحاتها بانشاء دور رعايه زياده للاطفال وفيها خدمات كامله علشان لما العيال تحب تطفش من وش اهاليهم يلاقوا مكان يروحوا يقعدوا فيه. بعد كام يوم تانيين بتبدا يوري تتشهر اكتر وبيجي لها استشارات كتير، من ضمنهم واحده اسمها يونج بون اللي كانت شغاله مدبره منزل، بس صاحب البيت كان رخم وبيفضل يضايق فيها ومش بتلاقي حل قدامها غير انها تخبطه بالحله اللي على النار. وبالرغم من انها كانت بتدافع عن نفسها بس هو بيرفع عليها قضيه ايذاء جسدي وبيتم معاملتها على اساس انها مجرمه. فبتقول لها خلاص في الحاله دي انت لازم تقدمي استئناف دستوري وطلب كمان لوقف الملاحقه، وبتعرفها على جيونج على اساس انه محامي اساسي معاها في الكافيه، وبتاخده بالعافيه معاهم للمحكمه الدستوريه علشان يرفعوا القضيه. بعد كده بيروحوا مواجهه مع الراجل اللي بيقول لهم انا ما عملتش كده علشان انا راجل ناقص مثلا ولا حاجه، ابسولوتلي انا عملت كده علشان بحبها. فبتقول له طب احنا رفعنا عليك لستة قواضي قد كده والست دي لازم تاخد حقها وتدفع لها تعويض كمان، احنا كنا جايين نحلها معاك كده بالود بس واضح ان الحوار مش جاي معاك سكه، وعلشان كده انا جبت لك نسخه من كل الرسائل اللي فيها تهديد وشتيمه اللي انت كنت بتبعتها لها، وخد عندك بقى يا سيدي هنرفع عليك سب وقذف وتهديد وعنف جسدي ومطارده، ومش بس كده لا ده في انتهاك خصوصيه كمان والتعدي على القانون، ده غير طبعا القضيه الاساسيه، وانا بقى هلم لك كل ده في ملف قد كده اهو وهقضيك على كل كبيره وصغيره. وبعد ما بيخرجوا من عنده بتروح تزور صاحبتها اللي لسه مخلفه جديد، ولما بترجع البيت بتلاقي جون وجيونج سهرانين مع الجيران فبتروح تقعد معاهم. تاني يوم الصبح بتروح تقابل الرئيس التنفيذي في المطعم واللي بيكون متخفي لحسن حد يكون مراقبه ولا حاجه، واللي بيسالها اذا كانت بتتضايق من شركه دهان علشان مصلحه الناس فعلا ولا عشان الحادثه بتاعه ابوها اللي حصلت زمان. فبتتضايق وبتقول له لا مش بسبب ابويا ولا حاجه، الناس اللي في المبنى متضايقين جدا بسبب الازعاج وهم اللي طلبوا منها ترفع الدعوه. فبيطلع من شنطته الروايه بتاعه جيونج واللي بيكون ناشرها باسم مستعار ومسميها مدمر المشاريع الصغيره وبيطلب منها تقراها وهتستمتع بيها جدا. بيبقى جيونج بقى كل ده بيتحرى عن اللي هاجموا على الكافيه وقتلوا الكلب لحد ما بيوصل في الاخر كده لواحد سوابق اسمه بارك، فبيستناه وهو مروح وبيمسكوا يرنوا علقه محترمه، وبعد كده بيروح لمدير دهان اللي اول ما بيشوفه بيفضل يرحب بيه وبيقول له اهلا بالمدعي العام بتاعنا، عاش من شافك يا عم الحاج. لكن جيونج بيزعق له وبيقول له جرب تتعالج وتبطل اذى في الناس ولا اقول لك عنك ما اتعالجت، اعمل اللي انت عاوزه في اللي حواليك بس اياك اشوفك بتضايق حد تبعي تاني، انت راجل كبير وفي مقام خالي فما تخلينيش ازعلك مني، وبيسيبه وبيمشي. المهم بعد كده بنشوف كيم اللي بتبقى واقفه تشوف شغلها عادي بس فجاه بتلاقي جنينه الزهور كلها داخله عليها ووراهم الرئيس التنفيذي لشركه دهان وهو ماسك بوكيه ورد كبير وبيديه ليوري، فبتقول له بطل العبط اللي انت فيه ده وقول عاوز ايه على طول. في الوقت ده بيبقى جيونج وصل الكافيه بس ليه بيونج لما بيشوفه بيتصدم، بس المهم يعني انه بيبقى جاي يطلب من كيم انها تكون المستشاره القانونيه للشركه بتاعتهم، بس لما بيلاقيها رافضه بيقول لها انت مش موافقه علشان ابوكي مات في نفس الشركه قبل كده ولا بتعملي زي المدعي العام لما استقال من وظيفته علشان ما يدافعش عننا. طبعا بيتضايق جيونج وبيمسكه يطرده بره وبيقول له انت صحيح عمي بس انت راجل مهزأ بامانه يعني ومش عاوز اشوف وشك هنا تاني. لما بيرجع للكافيه بتساله يوري اذا كان استقال من شغله بسبب كده فعلا ولا لا، فبيقول لها لا. المهم بعد شويه بتبدا تعمل تصرفات غريبه وبتبقى تعبانه فبياخدها جيونج
ترتاح في البيت وبيروح هو يبوظ شغلها، قصدي يكمله. واثناء ما هو شغال كده بتجيله بنت صغيره عماله تعيط لانها باعت السناره بتاعت ابوها باقل من نص تمنها، وهو طبعا لازم يتصرف قبل ما ابوها يعرف ويكسر وشها. فبياخد الرجاله وبيطلع على الراجل اللي اشترى السناره علشان يرجعها منه. في الوقت ده بتكون يوري قاعده زهقانه في البيت، لكن بتلاقي في شنطتها الروايه فبتبدا تقرا فيها. بس لما بتوصل لجزء معين كده بتطلع تجري على مقر الشركه اللي كانت شغاله فيها وبتسال الرئيس مين اللي كتب الكلام ده. فبيقول لها احنا كنا شاكين فيكي اصلا، بس بما انك مش انتي فالمعلومات اللي مكتوبه هنا دي لازم تكون طالعه من واحد عايش في وسطيهم. فبتطلع على طول تجيب ارقام اصحاب ابوها وبتبدا تدور على وون جو مدير السلامه وبتاخد منه ميعاد. اول بقى ما بتروح تقابله بتساله مش المفروض لما تقوم حريقه تطفى عادي؟ فبيقول لها ايوه، بس لو ما اتطفتش هتعمل دخان كتير وساعتها الناس المفروض تهرب. فبتقول له طب ليه بقى ساعه ابويا ده ما حصلش؟ فبيقول لها لان الاطفاء فشل والدخان ملى المكان، ولما حاولوا يهربوا كانت المعدات سد الطريق، فعلشان كده الناس ماتت. فبترجع على البيت وهي متأكدة ان ابوها ما كانش السبب في موت الناس ولا حاجة زي ما كانوا بيقولوا، وهي بتبقى عارفة كده بس دلوقتي بتتأكد. وبتروح تاني يوم علشان تزوره. جيونج بقى كان شغال مكانها في الكافيه، فبيجيله ولد في المدرسة بيتعرض للتنمر من زمايله اسمه مينج يو، وبيسأله هو لو حد قاصر عمل جريمة هيتحبس. فبيفهمه جيونج ان مفيش اي حد تحت ال 14 سنة بيتحبس مهما عمل، بس اكتر حاجة يعني بيودوه الإصلاحية، ودي علشان يخرج شخص كويس ويقدر يكمل حياته بعد كده ويدخل الجامعة عادي. لكن ساعتها بيتدخل بتاع القهوة وبيقول له ما تكدبش على الولد، عرفه ان مش مهم الناس يقولوا عليه مجرم وحياته تتدمر طالما عمل اللي هو عاوزه. فساعتها بيخاف الولد وبيقوم يمشي. لما بيرجع على البيت بيلاقي العيال اللي بيضايقوه قاعدين في محل جدته على اساس انهم صحابه، وهي بتفضل تنزل لهم كل انواع الاكل اللي عندها علشان خاطر حفيدها. ولما بيخلصوا وبيخرجوا بيروح يقول لهم ملكوش دعوه بجدتي تاني، فبينزلوا فيه ضربه وهم بيصوروه لحد ما وشه بيتملى كدمات، وكمان بيهددوه انه لو ما اداهمش كل يوم 30% من مبيعات المحل هينشروا الفيديو ده في المدرسه كلها. وبمجرد ما بيمشوا بيلاقي سيو وانج واقف قدامه وهو بيقول له انا ممكن اقتلهم بدالك لو عاوز. المهم تاني يوم الصبح بتبقى يوري مطحونه في الشغل هي وجيم لان سيو وانج ما جاش، وبعد شويه كده بتيجي البنت بتاعت السناره بتقول لهم ان مينج يو ما راحش المدرسه النهارده. فبيستنتج جيونج انه اكيد مع سيو وانج لان هو كمان غايب من الشغل وهو اللي طلع وراه امبارح. فبيروح للمكان اللي مينج يو ساكن فيه بس مش بيلاقي غير جدته اللي بتقول له انه متغيب من امبارح، وكمان لما راحت تبلغ في الاسم قال لها لازم يعدي يوم كامل على اختفائه. بيعرف منها بقى ان عيد ميلاده ال15 بكره، فبيقرر انه يبلغ الشرطه انه راح يرتكب جريمه قبل فوات الاوان، وان سيو وانج هو الشخص المناسب اللي ممكن يساعده لانه جمع كل اللي كانوا بيضايقوا اخته قبل كده وحبسهم في مستودع وكان عاوز يولع فيهم. في الوقت ده بتقدر البنت انها تعرف مكانهم وبتبعته لجيونج على طول، وهناك بقى بيكون سيو قاعد مع مينج يو وبيقول له انه هيولع في الاوضه ويقفل عليه الباب، وبعد كده ينزل يصور من تحت وهو لازم ينط من الشباك قبل النار ما تطوله. ولما الشرطه تيجي هيقول لهم ان العيال دول هم اللي حبسوه وولعوا في المكان، وهو هيبقى يوري الفيديو للظابط. فعلا بيعملوا كده، واثناء ما الولد بينط من الشباك بتكون يوري وصلت للمكان وبيعرفوا وقتها ان سيو هو اللي مدبر كل ده. فبيتخانق جيونج معاه وبيقول انه هيشهد انه ما كانش معاهم ولا حاجه. المهم لما بتوصل الشرطه بتبدا تستجوب الولد وسيو، واللي اول ما بيسالوا الظابط وانت ايه اللي جابك في المكان ده اصلا بيرد جيونج قبله وبيقول له انه كان معاهم. المهم اثناء ما هم قاعدين بعد كده في القسم بيلاقوا ان اللي جاي يحقق معاهم هي صاحبتهم هان سي يون، وبيفضل وقتها جيونج يضحك ويقول لها طب بلاش الوش الخشب ده، وبعدين انت مش كنتي في اجازه رعايه طفل، ايه اللي رجعك؟ فبتقول له طب شكرا على الاستضافه الجميله دي وخلينا نشوف شغلنا بقى. بتسال الولد عن اللي حصل فبيقول لها انهم حبسوه وولعوا النار فيه. فلما بتسال سيو انت كنت عارف بقى اللي هيحصل؟ اصلك بدات تصوير من قبل ما العيال يخرجوا من المبنى. فبيقول لها انه شافهم وهم بيسحبوه جوه وبعد شويه ظهر الدخان، فبتفرج عنهم وبيتم القبض على الولاد واحتجازهم. وفي التحقيق بيعرفوا انهم كانوا بيضايقوا مينج يو بكل الطرق وكانوا بيتنمروا عليه وبياخدوا منه الفلوس كمان. بس جيونج ما بيبقاش عاجبه الكلام ده، فبيقرر انه هيقنع مينج يو يقول الحقيقه وهو بعد كده هيساعده ياخد حقه بطريقه شريفه. تاني يوم بيروح معاه هو وسيو وانج المكتب سيون علشان يعترفوا بالحقيقه. فلما بتسالهم مين صاحب الفكره دي بيقول لها جيونج انا، بس سيو بيقول لها لا ده عيل كداب انا السبب.
بيفضلوا بقى الاتنين يتخانقوا مين السبب فيهم، لحد ما بيقوم مينج يو يقول لها انهم كانوا عاوزين يساعدوه خلاص. بيقعد بقى سيو يشرح لها ان حوار الحريقه ده كان فكرته، بس اي حاجه بره عن كده الولاد دول عملوها فعلا. وبيقدر جيونج انه يدافع عن سيو ضد تهمه الاحتيال اللي بتوجهها له، وبيرجعوا بعد كده كلهم للبيت مع بعض. بس قبل ما يمشي بيروح للاولاد الزنزانه وبيقول لهم انهم هيخرجوا قريب، بس لازم يستعدوا علشان هيرجعوا تاني في اقرب وقت بسبب اللي كانوا بيعملوه في مينج يو، ولو حاولوا ينتقموا منه مثلا او اي حاجه هيوديهم في داهيه بالفيديوهات اللي على تليفوناتهم وماسكينها على بعض. المهم بعد كام يوم بيتقرر ميعاد عقد لجنه العنف المدرسي، فبيطلب جونج وقتها من يوري انه يروح بدلها الطلعه دي، وفعلا بيروح يلبس العيال بتاع 15 تهمه، ده غير انه بيطلع واحد بس من الفيديوهات اللي كانوا بيعملوها في مينج يو علشان محدش يقدر يتكلم تاني. اهالي بقى العيال دي كانت ناس تقيله في البلد، يعني بيبقى واحد منهم العمده والتاني صاحب اكبر شركه اسمده في المدينه، فبيقرر جيونج انه يفضحهم هم كمان. بيطلع بقى التسجيلات وهم بيهددوا المدرسين علشان محدش منهم يتكلم عن تجاوزات عيالهم، ده غير كمان الاختلاس اللي في الشركات وغيره. بعد كده بنشوف جيونج وهو ماشي في الشارع وهيونج جي هون وراه، بس وهو مش واخد باله لحد ما بيخبطه بقالب على دماغه. لما بيفوق بقى بيلاقي نفسه مربوط في الكرسي، وهونج واقف مع اصحابه وبيتفقوا على قتله لانه معاه كل فيديوهاتهم، بس العيال بتخاف وبتهرب ومش بيتبقى غير هونج. في الوقت ده بتبقى يوري قلقانه انه لسه ما رجعش لحد دلوقتي، فبتخرج تدور عليه هي وسيو، وفي الطريق بتتصل بصاحبتها هان علشان تسالها عليه، فبتقول لها ان هونج خده وانهم في طريقهم لهناك. فبتغير اتجاه العربيه بسرعه وبتجري على بيت هونج، لكن هناك بتلاقي عدد كبير من رجاله الشرطه قدام البيت واللي كانوا مستنيين الامر بكسر الباب، بس هي مش بتستنى حد وبتدخل فيه بالعربيه تكسره، وساعتها بتدخل الشرطه تقبض على الولد وبيرجع جيونج بامان للبيت. المهم بعد كام يوم كده بيقرر جيونج انه هيروح يزور امه، وبعد ما بيقعد معاه شويه بيقول لها انه مش عاوزها تتصدم لما تشوف الاخبار الفتره اللي جايه، لان ابوه ممكن يتشال من منصبه وهيتكرر مصيره بعد التحقيق، وبيعتذر لها على حاجه زي كده لان هو هيبقى السبب في فضيحته وتورطه بسبب اللي بيعمله مع شركه دهان، بس هو ده الصح. لما بيرجع البيت بيلاقي ان ابن عمه بارك طالع القافله الطبيه بتاعه كل سنه على الجزيره، وكان واخد معاه يوري وجون وسيو، فبيقول له وانا ابن البطه السودا يعني ولا ايه؟ محدش قال لي ليه ان انا اجي معاكم ولا مش عاوزيني؟ عموما انا كده كده جاي ومش هسيبك تخطف يوري مني. واثناء ما هم هناك كده بيقرر جيونج انه هيرازي في يوري وهيقدم استشارات قانونيه زيها بالظبط، لحد ما بتجيله واحده تشتكي ان جارتها مش راضيه تخليها تعدي من الشارع لانه من ضمن ممتلكاتها، فبيقول لها ان ده حقها وانها كمان ممكن تفرض رسوم على اي حد يعدي. في نفس الوقت بتبقى الست دي قاعده مع يوري بره وبتوريها خريطه كده بتوضح ممتلكاتها وانها مش عاوزه جارتها تعدي من الحته دي، بس هي بتفهمها ان ده مخالف للقانون وانها يعني ما ينفعش تمنع الناس يعدوا من الشارع، وكمان ممكن يرفعوا عليها قضيه بسبب الموضوع ده. فبتخرج السيده الاولى من عند جيونج وهي خايفه من موضوع الرسوم، وفي نفس الوقت بتبقى السيده الثانيه خايفه من القضايا، واول ما بتشوف جارتها بتفضل تصرخ وتقول لها انت مش بتعامليني كويس والناس كلها بتحبني هنا مع اني مواطنه في الجزيره، وبتفضل تعيط. المهم بالليل قبل ما يمشوا بتطلب يوري من صاحب الجزيرة يقول لها على مكان بيت السيدة ناه علشان تتكلم معاها شوية، ولما بتروح علشان تفهم منها القصة بتحكي لها انها عايشة مع جارتها دي بقالها 30 سنة وكويسين مع بعض، بس في يوم كانت عاوزة تروح الجبل علشان تجمع شوية أعشاب، والجبل ده ملوش طريق غير انها تلف حوالين بيتها، بس فجأة لقيتها بتطاردها على غير العادة وبتقول لها ما تعديش من هنا، فافتكرت انها متضايقة من حاجة مثلا وفضلت تزورها كذا مرة علشان تفهم مالها لحد ما قالت لها ما تجيش بيتي تاني، فقررت خلاص انها تتصرف معاها بالشكل ده وتخليها ما تعديش من بيتها هي كمان لانها زعلانه، وكمان شاكه ان الجبل الخلفي ده في حاجه السيده وول مش عاوزه حد يعرفها. المهم بيجي تاني يوم وبيعملوا قعده مواجهه كده للطرفين علشان يعرفوا مين اللي غلطان، وبتفضل وقتها يوري تتخانق مع جيونج، بس في الحقيقه هي بتبقى بتتكلم مع نفسها. المهم ان الاتنين بيتصالحوا في الاخر وبيرجعوا لبيوتهم، وبالليل كمان بتعزمهم السيده وول على العشاء، بس لما بتقوم تجيب باقي الاكل بتشوف يوري كيس كده في كعك الرز وبتفضل تاكل منه من غير ما السيده تشوفها. المهم لما بيخلصوا وبيجوا يمشوا بتبدا تعمل تصرفات غريبه جدا كده كانها سكرانه، فبيفضلوا يدوروا هي كلت ايه غريب لحد ما بيلاقوا الكيس ده. المهم بعد الضغط على السيده بتقول لهم انها
لما لقت نبات القنب الهندي لقيته في الغابة بالصدفة، وبدأت تعمل منه خلطات علشان تسكن الآلام بتاعت عظمها. فبياخدوا يوري للبيت علشان ترتاح، بس لما بتفوق بتلاقي صدمة كبيرة جدا في الأخبار، وهي إن المدعي العام اللي يبقى أبو جيونج متورط في التستر على كل القضايا بتاعت شركة دهان، ومن ضمن القضايا دي قضية أبوها. طبعا بتنهار لما بتعرف الخبر ده، لأنها كل المدة دي فاكراه عمل اللي عليه بس خسر القضية. فبيحاول جيونج إنه يهديها، فبتقول له وأنت بقى كنت عارف الموضوع ده من زمان ولا لأ؟ فبيقول لها إنه كان عارف بس متردد يقول لها علشان ما تزعلش. فبتفضل يوري متأثرة بسبب الموضوع ده، وبتقطع علاقتها بجيونج خالص. المهم في يوم بعد كده بيجي لها جيرانها وهما بيعيطوا علشان تلحقهم، ولما بيتكلموا بتعرف منهم انهم اشتروا عملات رقمية بالفلوس اللي كان بيحوشها معاهم جيونج وابن عمه، وهم دلوقتي على وشك خسارة كل حاجة، بس مش عايزينها تقول لجيونج علشان ما يسودش عيشتهم. وبيعرفوها انهم ما يعرفوش الالف من كوز الذرة اصلا، واللي دخلهم المجال ده هي مصففة الشعر اللي بيروحوا عندها. ولما بتروح لها يوري علشان تفهم منها بتقعد تسرح لها علشان شعرها اكرت ومش عاجبها، وبتقول لها انا متأكدة ان العملة اللي اختارها عمرها ما تخيش مني، لاني بجيب كلامي من شمان خبير في الاسهم والعملات. فبتروح له يوري وبيفضل يهبد عليها، بس جون بيبقى منبهر بكل كلمة بيقولها. ولما بترجع يوري للكافيه بتلاقي المدير التنفيذي لشركة دهان، فبتضربه تكسر له مناخيره. فبيجي جيونج يزقه بعيد عنها وبياخده بره علشان يضرب فيه براحته لحد ما الشرطة تيجي تاخده. بنلاحظ بعد كده بقى ان يوري زياراتها على الشامان ده كترت، وبيفضل التاني يسحب منها فلوس علشان يعمل لها طقوس تشيل عنها الحظ الوحش، لحد ما في يوم بتيجي مصففة الشعر تعيط وتقول لهم ان الشامان ضحك عليها وخد الفلوس كلها وهرب. فبيفضلوا كلهم يعيطوا وبيطلعوا على اسم الشرطة علشان يقدموا فيه بلاغ. اول بقى ما بيرجعوا البيت بيفضل جيونج يهزق فيهم لانهم ضيعوا كل المدخرات، ولان الراجل ده اساسا مشهور بالنصب وعليه اكتر من 10 قضايا احتيال. فبتطلب منه يوري انه يجيب لها ملفات القضايا دي، فبيعرض عليها انها تروح معاه لصديقه اللي بيجيب له كل المعلومات، فبتوافق. لما بيروحوا هناك بقى بتلاقي بوستر على نفس شكل الغلاف بتاع الرواية، وساعتها بتفتكر انها سمعت عنه انه كاتب ومشغول بالروايات، فبتعرف انه هو اللي كتب الرواية اللي معاها دي، بس نشرها باسم مستعار علشان محدش يعرفه. المهم بعد شوية بيجي الراجل باخبار مارو اللي عمل كل حاجة غلط ممكن تتعمل وعليه قضايا بالكوم، ده غير كمان انه كان في السجن من 5 سنين بسبب الموضوع ده، وعنده قصر كبير قد الفلبين، وبيقول لهم كمان على مكانه حاليا. فبيعملوا خطة مع بعض وبيروحوا البار اللي هو بيلعب فيه قمار، وبيفضل جيونج وقتها يلعبوا لحد ما بيكسبوا، وفي الاخر بياخد منه مبلغ كبير. بس مارو بيعرف انه بيغش، وساعتها بتقلب عركة وبيجيب مارو رجالته ويوري واللي معاها بيدخلوا. في وسط الاكشن ده بيجي الدكتور بارك يعمل نفسه باتمان، وبيجي يقف قدام مارو كده، فبياخد له في كتفه 24 غرزة وبيتعلم عليه. بس صاحبتهم المحققة هان سي يون بتيجي تلم الليلة دي وبتاخدهم كلهم على الاسم، بس بعدها يعني بتخرج صحابهم لعدم كفاية الأدلة. المهم في يوم بيبقى جيونج متأخر بره، فبتخرج يوري علشان تشوفه، بس أول ما بتلاقيه بتيجي عربية سريعة كده تخبطها وبتطلع تجري، فبيروح بيها جيونج على المستشفى بسرعة، وبيفضل يتخانق مع كل الناس هناك لأنه كان خايف عليها، وكمان بيروح يتخانق مع هان سيون علشان مش عارفة تمسك المجرم في 5 دقايق. اول بقى ما بتفوق يوري بتلاقيهم كلهم حواليها وايديها الاتنين في الجبس، وحتى امها بتيجي وبتفضل معاها. في الوقت ده بيبقى جيونج عند عمه في البيت بيتخانق معاه لانه متاكد ان هو اللي عمل كده في يوري، فبيجي رجالته من وراه وبينزلوا فيه ضرب لحد ما بيفضل ينزف وما بيبقاش قادر يقوم من على الارض. ساعتها بقى بيروح عمه يقعد جنبه وبيقول ان يوري دي ما تهموش في حاجه، بس هو الهدف الحقيقي بالنسبه له. بعد كام يوم بتخرج يوري من المستشفى وبتبدا تنزل الشغل عادي، وبيفضل جيونج يعملها على اساس انها مكسها حرفيا. وفي الاثناء دي برضو امه بتقرر انها تسيب بيت ابوه وتيجي تعيش معاهم. بس عامه بعد كل ده ما بينساش جيونج موضوع العربيه اللي خبطت يوري، بس ما بيبقاش لاقيها لانه الصور اللي ظاهره في الكاميرات دي اللوحه بتاعتها مزيفه ومش مسجله باسم اي حد. المهم على غير العاده بيلاقي جده بيتصل بيه وعاوزه يروح له بسرعه، فبيطلع على هناك على طول وبيتفاجئ بيه بيقول له ان ناوي يكتب له نصيبه من الاسهم في شركه دوهان، لان اللي بيحصل حاليا ده غريب ولي بيونج شكله مش ناوي على خير. بس جيونج مش بيوافق وبيقول له للاسف انا ما عنديش النوع ده من الطموح ومش عاوز حاجه. بنروح بقى ليوري اللي بتيجي واحده تاخد منها استشاره قانونيه في ان ابوها كتب وصيته وطلب فيها ان الاملاك كلها والشركات تتوزع على اولاده الرجاله وهي مش هتاخد حاجه خالص. فجاه وقتها بتلاقي اخواتها جايين وراها وبيفضلوا كلهم يتخانقوا ويشدوا في شعر بعض، ومهما حاولوا يوقفوهم مش بيعرفوا،
فبيتعصب سيو وبيرمي عليهم علبة القهوة وبيقول لهم اللي عاوز يتخانق يطلع بره ما تاكلوش دماغي. وبعد ما المولد بيتفض بكام يوم حالة الأب بتسوء وبيدخل المستشفى، وبتفضل بنته تتصل بإخواتها بس مش بيردوا، وده لأنهم بيكونوا في الشركة علشان يستلموها ويشيلوا الحاجات اللي ملهاش لازمة. فبتروح يوري تقف معاها لحد ما اخواتها يجوا، بس للأسف أبوهم بيموت. وبعد ما بتخرج من المستشفى بتروح على المكتب بتاع أبو جيونج وبتقول له بقى ساعتها كل اللي في نفسها، فبيعتذر لها وبيقول لها إنه هيعمل كل اللي يقدر عليه علشان يعوضها، بس هي بترد عليه وبتقول له إن جيونج هو اللي بيتعذب دلوقتي بداله وبيحاول يلم وراه على قد ما بيقدر. بنشوف بقى دلوقتي جيونج بعد ما قرر يكشف حقيقته ليوري وبيوريها كل الخرايط والأدلة اللي كان بيجمعها على شريكه دوهان طول السنين اللي فاتت. بينادي على أمه بعد كده علشان يفهمها إنهم هيلعبوا على كبير ولازم بكرة الصبح تروح تقعد في الشركة لأنها يعني ليها ورث من جدتها هناك. وقبل طبعا ما يروحوا بيكونوا مخططين إنهم هيضموا نص الشركات المساهمة لصفهم، وبعد كده بيروحوا للجد علشان يتكلموا معاه إن ابنه المدير لي بيونج خارب الدنيا هناك وهيموته ناقص عمر، لكنه بيقول لهم خلاص أنا هتصرف. بس لما بيروح الاجتماع بيصرح إنه هيتحمل كل العواقب اللي ابنه غلط فيها، بس مش هيشيله من منصب المدير، وده لأنه قرر يلغي نظام وراثة الإدارة في الشركة ولي بيونج هو آخر واحد على النظام ده. المهم بعد ما بيخلصوا الاجتماع بتطلب يوري من جيونج انه يروح معاها للعزا بتاع ابو اوني، واول ما بيوصلوا هناك بيلاقوهم ماسكين في شعر بعض علشان الورث برضه، فبيسلكوهم يعني من بعض، وبعد كده بياخدوا اوني بعيد. ولما بتتاكد ان مفيش حد حواليها بتطلع ورقه صغيره كده ابوها اداها لها قبل ما يموت، بس المشكله انها ما بتبقاش فاهمه معنى اللي مكتوب فيها، ده غير كمان انها سمعت عن وجود خزنه مخفيه في البيت محدش يعرف عنها حاجه، فبتاخدها معاها للكافيه علشان يفكروا في المعنى. وساعتها جون بيقول لهم انها اكيد رساله مشفره ولو عرفوا يحلوها هيلاقوا بتاع 20 مليون كده ولا حاجه، فبيفضلوا يفكروا لحد ما بيكتشف الدكتور ان في اقتباس من قصيده، وساعتها بيشغل جيونج دماغه وبيتوقع انهم يجمعوا السنين اللي مات فيها الاربع شعراء اللي مذكورين في القصيده دي، وبيوصلوا ساعتها لاربع ارقام. فبيرجعوا لاوني علشان يقولوا لها تجرب الاربع ارقام دول على الخزنه يمكن تفتح، بس هي وقتها بتقول لهم انها لو مشت اخواتها هيعرفوا مش هيسيبوها في حالها. فبيقرروا خلاص انهم يروحوا يتسللوا في البيت لحد يعني ما يقدروا يوصلوا للخزنه على الوصف اللي اوني عطته لهم. وقتها بيبقى قدامهم 5 دقايق بس قبل ما الانذار يشتغل والشرطه توصل، بس المشكله وقتها يعني ان الرقم بيطلع غلط في الاخر والخزنه عايزه 5 ارقام مش 4. فبيراجعوا الرساله تاني وبيلاقوا انهم ناسين جزء، وفعلا في النهايه بيقدروا يفتحوا الخزنه، بس ساعتها بيلاقوا جواها قصريه زرع، فبياخدوها وبيهربوا بسرعه لان الشرطه بتكون وصلت خلاص. اول بقى ما بيرجعوا البيت بيدوها لاوني اللي بتلاقي فيها رساله تانية، وكمان في الوقت ده بيدخل صديق جيونج بينادي عليه وبيقول له ان الراجل اللي خبط يوري بتاع العربيه بحل بتاع الخرده بعدها على طول وطلب منه يكسرها وهو واقف. فبيروحوا على هناك على طول وبيسالوه عن الراجل ده، بس هو بيقول لهم لا للاسف مش فاكر. طيب يا عم الحاج الكاميرات اللي وراك دي ممكن نراجعها؟ فبيقول لهم دي مش كاميرات، دي علب فاضيه كده بربي فيها دود الاز. طبعا بيتضايق جيونج وبيقول له طب عارف صف العربيات اللي على النهر ده هم بتوعك صح؟ احب اقول لك بقى انهم مخالفين وهتدفع على كل واحده 30 مليون ون غرامه. فبيقول له خلاص يا بيه انا افتكرت. وبعدين دود الاز ده بيسجل تعال اوريك اليوم كله. هم بقى لما بيشوفوا التسجيل بيلاقوا الراجل مخبي وشه بكاب، بس في علامه مميزه وهي انه دراعه مليان وشوم. فبيقول له صديقه ان الموضوع صعب بس بشويه اجتهاد كده هيعرفوا يجيبوه عادي. في الوقت ده بقى بتبقى يوري قاعده تبحث عن معنى الرساله لحد ما بتلاقي جيونج جايب لها ورده هديه، فبتجيلها الفكره على طول وبتاخد اوني والباقيين وبتروح لحي الزهور. هناك بقى بتقابل اوني العربيه بتاعت زمان واللي بتقول لها ان ابوها سايب لها شنطه هنا امانه، واللي لما بتفتحها بتلاقيها مليانه سبايك ذهب. وساعتها بيقعد جون يحسب لها الذهب ده هيطلع بكام، فبيلاقيه عامل 10 مليار ون، بس لو بلغت عنه يبقى هتدفع ضريبه 4 مليار. اول بقى ما بترجع اوني للبيت بتلاقي فيديو بالصدفه لابوها قبل ما يموت بيقول فيه ان الوصيه اللي كتبها دي كانت بالاجبار وانه ما كانش عاوز يعمل كده. فبتشغل يوري الفيديو ده قدام اخوات اوني ال4 وبتقول لهم انها ممكن ترفع عليهم قضيه وما ياخدوش اي حاجه لان اللي عملوه ده مخالف للقانون، بس علشان اختهم طيبه ما وافقتش على الكلام ده وقالت احنا هنحلها كده بالود ونقسم الورث بالتساوي، وبكده بتكون القضيه دي اتحلت خلاص. وفي النهايه بتدي اوني ضفدع ذهب كده هديه ليوري علشان يعني ساعدتها طول الفتره اللي فاتت.
المهم بعد مدة بيتصل جيل بجيونج وبيعرفوا انه عرف هوية الراجل اخيرا واللي بيلاقيه قاتل مأجور بس في نفس الوقت شغال محاسب في شركة دهان. ساعتها برضو بيبقى لي بيونج اكتشف ان القاتل هويته اكتشفت وعرف خلاص ان جيونج قرب يوصل له فبيروح يقتله قبل ما يوصلوا له ويحققوا معاه بس بيقول له في الاول انا قلت لك ما ينفعش حد يكشفك انت بتخليهم يكشفوك ليه. عامة بعد كده بيعرف جيل اللي حصل لكانج ده فبيروح ياخد جيونج على جنب وبيقول له ان الراجل اتقتل وهو حاسس ان لي بيونج هو اللي قتله علشان ما يبقاش فيه اي دليل على محاولة القتل اللي فاتت. اول بقى ما بتسمعهم يوري بتصمم انها لازم تعرف ايه اللي بيحصل فبيضطروا يحكوا لها القصة كلها. هي بقى اول ما بتعرف بتتضايق جدا لان لي بيونج ده هو سبب كل المشاكل اللي بتحصل لها. اول ما بترجع البيت بالليل بتلاحظ ان الشقة مش في وضعها الطبيعي فسريعا كده بتروح تبلغ الشرطة ان في حالة اقتحام في بيتها وقالت لهم ان الحرامي غير مكان ريموت التلفزيون. المهم بنروح دلوقتي للي بيونج اللي بيجي المساعد بتاعه يقول له ان يوري اتعرضت للاقتحام وفي ناس كده بتراقبها غيرنا وطبعا وقتها بيتضايق جدا لانه ما بيحبش حد يشاركه في حاجة. بنرجع بقى ليوري اللي بتبقى مش طايقة نفسها لان جيونج قرر يقعد معاها في البيت بالعافية علشان يعني لو اتعرضت لهجوم مفاجئ ولا حاجة يبقى موجود وبيجيب معاه كمان ابن عمه علشان بيمر بأزمة نفسية وما ينفعش يسيبه لوحده. في الوقت ده بيحكي لها الدكتور انه من 3 سنين كان بيعالج واحدة في المستشفى النفسية بتاعته بس مع مرور الوقت بتبدأ البنت دي تبقى مهووسة بيه وبتفضل تمشي وراه في كل مكان ووصل بيها الموضوع كمان لاقتحام بيته بس علشان هي من عيلة غنية ما كانتش بتتحبس وكل مرة كانت بتطلع بكفالة بس كانت بترجع تضايقه تاني لحد ما قرر يمشي من المنطقة دي خالص وجه عمل عيادته هنا في المنطقة دي بس هو حاسس انها رجعت تمشي وراه من تاني فبيقرر وقتها جيونج انه هيلجأ لصديقه جيل في الموضوع ده واللي فعلا بيلاقي في حد بيراقب الدكتور بس بيكون راجل مش ست. في الوقت ده بتكون يوري رايحة تقابل واحدة زميلتها كانت تعرفها زمان وهم دلوقتي لقوا بعض بالصدفة مرة تانية. بتبقى صاحبتها دي عزمها على عصير وبتطلب منها تطلع معاها للبيت علشان تجرب الفستان الجديد فبتروح يوري معاها بس اول ما بتدخل بتلاقي الزهرية اللي مختفية من بيتها في وشها. ساعتها بتحس انها دايخة جدا فبتقعد على الارض ولما بتخرج صاحبتها بالفستان بتلاقيه بتاعها اصلا واختفى من دولابها ومن بعدها بتفقد الوعي. بنرجع بقى للدكتور اللي بيكون واقف قدام البيت وفي واحد بعربية نازل فيه تصوير فبينزل الشباب يجيبوه من قفاه فبيعترف وقتها ان اللي طلبت منه يراقب الدكتور هي واحدة ست وهي نفسها برضو اللي طلبت منه يراقب صاحبة الكافيه اللي تحت ده حتى خارجين مع بعض النهارده. اما يوري بقى لما بتفوق بتلاقي نفسها مربوطه وفي صور كتير جدا على الحيطه اللي قدامها للدكتور فبتعرف وقتها ان البنت دي هي نفسها اللي بارك كان بيتكلم عنها. ساعتها بتيجي دا يونج تقول لها انت بقى اللي بيحبها الدكتور خلاص بقى انا هخلي شكلي زيك علشان يحبني انا كمان. فبتحاول يوري تفهمها انه مش بيحبها ولا حاجه هما جيران عادي بس هي مش بتصدقها. فجاه وقتها جرس الباب بيرن فبتروح ليه تفتح وبمجرد ما بتفتح الباب بتقع على الارض وساعتها بيدخل لي بيونج مع رجالته وهو بيقول ليوري سوربرايز انا انقذتك من المجنونه اهو بس مش هقبض عليها لانها ما تهمنيش المهم بس ان انقذتك. وفي الوقت اللي بيبقى جيونج قاعد فيه على اعصابه بيجيله اتصال من هانسي علشان يروح على الاسم بسرعه لان يوري هناك فبيطلع ياخد تاكسي بسرعه وبيبقى وقتها الدكتور هيركب معاه بس على اخر لحظه بيقول له روح انت وانا هاجي وراك وده لانه بيلاحظ وجود ظل جوه المستشفى فبيعرف ان دا يونج هناك وبيروح علشان يتكلم معاها بس هي بتفضل تقول له انا بقيت شبه يوري اهو يلا حبني بقى. بس لما بتحس بالرفض بتقرر تنهي حياتها فبيجري عليها بسرعه وبيحاول يمنعها لكن ساعتها بتتحول كل الطاقه اللي عندها ناحيته وبتقرر انها لازم تقتله وتموت نفسها بعد كده. لكن جيونج بيوصل في الوقت المناسب وبيبقى معاه هانسي اللي بتقبض عليها في الحال وبيروح بعد كده جيونج بصفته المدعي العام يحذرها انها تقرب منهم تاني لان عليها قضايا كتير جدا ويقدر يحبسها في اي وقت. بعد كده في يوم بتيجي الطفلة سيول للكافيه وبتفضل تعيط لانها خايفة ان امها تموت وده لانها بتلاحظ انها تعبانة جدا وبتفضل تعيط طول الليل بعد ما هي تنام علشان ما تاخدش بالها. فبتتصل وقتها يوري بسونج ام سيول واللي بتكون زبونة دايما عندهم في المحل وبتحكي لها اللي بنتها قالته وبتطلب منها تروح المستشفى علشان تعرف هي عندها ايه. ساعتها بتنفجر سونج في العياط وبتبدأ تحكي لها اللي بيحصل معاها وهي انها فضلت تجتهد وتدور علشان تلاقي شغل لحد ما اشتغلت اخيرا سكرتيرة في جمعية بس اتضح بعد كده ان رئيسها راجل سيء السمعة وبيفضل يضايق فيها وهي بتكون مضطرة تستحمل لانها لقت الشغل ده بالعافية وكمان محتاجة فلوس علشان تقدم لسيول في المدرسة السنة اللي جاية. وعرفتها انه اخر مرة حاول يعتدي عليها كان مجتمع مع اصحابه بارك ولي بيونج وهي لو دورت على النت هتلاقي الناس دي كلها. فعلا
بتاخد يوري القضية على محمل الجد وبتفضل تبحث عنهم، بس جيونج ما بيبقاش موافق انها تاخد القضية دي لان لي بيونج متورط فيها وهم ما صدقوا يخلصوا منه، ولانها كمان هتحارب على 4 جبهات مش تشوي لوحده. لكن يوري بترفض تسيب سونج لانها لو عملت كده مفيش ولا محامي هيرضى يقبل القضية ويساعدها، وقررت خلاص انها تقف جنبها. المهم اثناء ما هي بتتكلم معاه بتتصل بيها سونج علشان تقول لها ان تشوي طالب يقابلها، فبتقول لها تروح تقابله وتتاكد انها بتسجل كل حاجه، وساعتها بتتشجع سونج وبتروح فعلا. وبعد ما بتخلص بتطلب من يوري ترفع القضيه زي ما هما متفقين، وبتعرفها كمان انها هتيجي بكره علشان تديها التسجيل. تاني يوم فعلا بتروح تستلمه منها، بس بيبقى في واحد مراقبها من بعيد وبيفضل مستنيها لحد ما بتخرج وبيسرق منها الشنطه بموتوسيكل، بس هي وقتها يعني بتحفظ النمره بسرعه وبتروح تبلغ عنها في الاسم. اول بقى ما بيجي جيونج من بره وبيعرف اللي حصل بيتخانق معاها لانها مصممه تاذي نفسها، وبيقول لها ان الناس دول مش سهلين ولازم تعرف كده، فبتقول له انها عارفه كل الكلام ده ومش محتاجه تسمعه منه مره تانية، وبعدين المفروض يشجعها تجيب للناس حقها بدل ما يقول لها انسحبي وملناش دعوه. بتروح بعد كده تتصل بصديقها جيون واللي بيعرف يفتح اي خزنه في اي مكان لانهم اتاكدوا خلاص ان اللي سرق الشنطه تبع تشوي، واكيد حاجه مهمه زي دي هيحطها في الخزنه. بعد شويه بيجي جيونج يعتذر عن اللي قاله وبيقول لها انه كان خايف عليها بس مش اكتر، وبيتفقوا كلهم على خطه هينفذوها في الفندق علشان جيون يعرف يدخل الاوضه ويسرق التسجيل من الخزنه. وفعلا بعد ما بيتم المطلوب بيطلعوا كلهم على مؤتمر الجمعيه، وبيكون وقتها تشوي هو اللي بيلقي الكلمه فيه، فبيفضل واحد منهم كده قاعد في اوضه الصوت على اساس انه عامل هناك لحد ما بتجيله الفرصه اللي بيقول فيها للعمال الاساسيين انه ممكن يقوم بالشغل مكانهم لحد يعني ما يروحوا يشربوا كوبايتين قهوه عادي. فبيفرحوا كلهم بالعرض جدا وبيسيبوا له الاوضه وبيخرجوا. وبعد ما تشوي بيخلص كلامه خالص بيوصل التسجيل بالسماعات وبيخلي اللي ما يشتري يتفرج عليه، وبيفضل الصحفيين وقتها يصوروا فيه لحد ما بيطلع يجري من القاعه. بعد بقى ما بينفذوا مهمتهم بنجاح بيرجعوا للبيت وهم في قمه السعاده علشان يتغدوا كلهم مع بعض، وبعد كده بيرجع كل واحد على شغله عادي. واثناء ما بتبقى يوري قاعده بتشتغل بيجي لها تليفون من سونج ان بنتها عملت مشكله في الحضانه ومحتاجاها معاها، فبيقول لها جيونج انه هيروح بدلها وخليها هي علشان تكمل شغلها. وفعلا بيروح، وبعد ما بيحل المشكله بياخد يوري وسونج وبيطلع على مكتب التحقيقات علشان تقول اقوالها مره تانية. ساعتها بيلاقوا ان المحقق اللي هيقوم بالقضيه دي هو زميل قديم ليهم، بس جيونج مش بيطيقه وكانت فتره الدراسه زمان كلها خناق ما بينهم. المهم بعد شويه كده بتيجي لجيونج رساله من جده انه عاوزه في حاجه مهمه جدا ويا ريت يستناه في الكافيه، فبيروح على هناك بسرعه. واثناء ما هو قاعد كده بتيجي واحده اسمها يوسون تقعد قدامه، وساعتها بتقوله ان جده هو اللي بعتها على اساس قعده تعارف وكده، لكنه بيعتذر لها وبيقوم يروح لجده علشان يفهم هو عمل كده ليه. وقتها بيعرف منه ان هيو دي تبقى الوريثه لمجمع شركات كبير وهو شاف انها مناسبه ليه، فبيطلب منه جيونج ما يعملش كده تاني وبيعتذر لهم باحترام انه مش هينفع يرتبط بيها. لكن ساعتها بيتضايق الجد وبيقول له طبعا كل ده علشان البت المحاميه بتاعتك، فبيقوم يسيبه وبيمشي. بيطلع على محل مجوهرات بقى علشان يشتري الخاتم اللي هيتقدم بيه ليوري لانه خلاص قرر يتجوزها، بس لازم يرتب اموره الاول وكمان مستني لما القضيه تخلص. في الايام دي بيكونوا كلهم بيحاولوا يجيبوا اي شاهد على تشوي لان التسجيل مش كفايه، بس كل الموظفين في الجمعيه بيرفضوا علشان يحافظوا على الوظيفه بتاعتهم، لحد ما بيقرر واحد منهم انه يقول اللي حصل معاه من غير خوف. وبتقنعه ساعتها يوري انه لو قال الكلام ده في النيابه موقف سونج هيبقى قوي جدا، وساعتها هتقدر تاخد حقهم هما الاتنين وتودي تشوي في 60 داهيه. اول بقى ما بيجي الليل بتطلب من هوانج يخليها تقابل الصحفي اللي كان مع تشوي في الفيلا يومها، وبتعرفوا انهم في موقع قوه وقادرين يودوهم كلهم في داهيه، فلازم يخلي باله من نفسه. ساعتها بيجري على طول بيجتمع بالمدعي بارك وبلي بيونج وبيقول لهم ان تشوي خارب الدنيا مع كل الموظفين بتوع الجمعيه سواء ستات ولا رجاله، ولو ما خدوش بالهم هيتم اتهامهم بقضايا اعتداء. فبيقول لهم لي بيونج انه بيفكر في طريقه يتخلص منهم للابد وبهدوء، وساعتها الكلام ده بيكون متسجل وبطريقه ما بيوصل لتشوي اللي بيتجنن اول ما بيسمع الكلام ده وبيروح بسرعه على الرئيس لي يشتكي له. فالتاني بيقول له ان وقت التخلص من لي بيونج حضر لانه بقى بيبالغ جدا وهو زهق من مشاكله وبيروح عطيه فلاشه.
المهم بعدها بيطلع تشوي على الاسم علشان يعترف على كل جريمة، وبالمرة بيدي الفلاشة للمحققة هانسي واللي بيكون عليها كل المعلومات عن فساد لي بيونج وبارك والباقيين، واللي على طول بيصدر ضدهم حكم بالتفتيش. ولما بيسمع لي بيونج باللي تشوي عمله والتحقيقات اللي هتحصل بيعرف ان ابوه هو السبب في كل ده، لان تشوي كان عنده قبل ما يسلم نفسه. بعد كده في وسط الكركبة دي بيقرر جيونج انه يتهور ويعرض على يوري الجواز، بس هي وقتها بترفض وبتقول انا مش مستعد ادخل في عيلتك قتالين القتلة دول دلوقتي خالص. بنروح بعد كده للرئيس لي اللي بيبقى داخل ينام، بس بيلاقي ابنه جوه وبيفضل يقول له كليتي اللي اتبرعت لك بيها ما تمرتش فيك ليه؟ تاخد الكبده تشوحه مع بصله وتسيبني في حالي. وبيروح ماسك في رقبته وبيدخل الرجاله يشدوه على اخر لحظه. تاني يوم الصبح بتنتشر الاخبار ان كل الناس اللي النيابه طلبت التحقيق معاهم مش موجودين، ومن الواضح كده انهم هربوا بره البلد. اول ما بيعرف هوانج الخبر ده بيجي جري على يوري وبيقول لها هنعمل ايه دلوقتي؟ ده تلاقي لي بيونج بيدور علينا علشان ينتقم مننا. بس يوري بتقول له انه بيبالغ ومفيش حاجه من دي هتحصل لان الشرطه موجوده. ساعتها بقى بيقرر جيونج انه يعمل خطه بمساعدة صديقه جيل علشان يعرف لي بيونج هرب ولا لسه. فبيمثل انه رجل اعمال كبير وعليه قضايا وبيروح المينا علشان يهرب من البلد، وهناك فعلا بيقابل الشخص المسؤول عن التهريب. ولما بيوقعوا في الكلام بيعرف منه ان لي بيونج سفينته جاهزه من امبارح، بس هو تراجع في اخر لحظه وقال مش هيسافر. واول ما جيونج بيسمع الخبر ده بيفتكر على طول كلام هوانج عن الانتقام. في الوقت ده بتبقى يوري بتكلم امها في التليفون وقلبي بتكون في الشارع علشان تدور على اخوها، فبتقول لها يوري تخلي بالها من نفسها الايام دي علشان الدنيا مش امان. بعد شويه بتتصل عليها تاني فبيرد لي بيونج على التليفون، ويوري اول ما بتسمع صوته بتبدا في تسجيل المكالمه اللي بيقول لها وقتها انها هتندم قريب على كل مره وقفت قصاده فيها. فبتجري بسرعه تبلغ هانسي وجيونج باللي حصل، فبيوعدها جيونج انه هيرجع لها امها مهما ده كلفه. بعد شويه بيتصل عليه عمه من رقم غريب وبيقول له لو عاوز تستعيد البت بتاعتك تعالى على الكنيسه لوحدك. وفعلا بيطلع جيونج على هناك لوحده وبيقول انا مستعد اعمل اللي انت عاوزه بس رجع ام يوري للبيت. فبينزل فيه ضرب على اخره وبيقول له هو ده اللي انا عاوزه. على الناحيه التانيه بتفوق الام تلاقي نفسها مخطوفه في عربيه مصفحه، فبتفتكر جهاز التعقب اللي كان مديهولها جيونج وقال لها تستخدمه في حاله الطوارئ، فبتطلعه من جيبها وبتدوس عليه، بس وقتها بيكتشفوا انها فاقت فبيضربوها لحد ما بتفقد الوعي تاني. اول بقى الجهاز ما بيبعت اشاره لجيل بيطلع على طول هو وهانسي للمكان، وفي الطريق بيبلغوا يوري وبيطلبوا منها تجيب قوه من الشرطه وتيجي وراهم، بس لما بتوصل مش بيلاقوها هناك. وفجاه وقتها بيجي الجيم عنوان من رقم مجهول، فبيجروا على هناك بسرعه وساعتها بيلاقوا ام يوري موجوده جوه الثلاجه. في الوقت ده بتيجي اشاره لهانسي ان لي بيونج ماسك جيونج وبيقولوا ان هيقتله لو ما راحتش، فبتجري على هناك بسرعه وبتلاقي ان جيونج سايح في دمه والسكينه على رقبته، فبتفضل تتحايل على لي علشان يسيبه، وهي بتوعده انها هتعمل له كل اللي هو عاوزه وتبقى المحاميه بتاعته في المحكمه وتدافع عنه كمان. في الوقت ده بيفوق جيونج وبيحاول يهجم عليه بس لي بيطعنه بالسكينه في بطنه، واول ما بيرميه لبعيد بتيجي فرصه كبيره للقناصين انهم يصوبوا عليه. المهم بعد كده بعد ما بيتم القبض على لي بيونج بيتنقل جيونج للمستشفى علشان يتعمل له عمليه، بس لحسن حظه يعني ان الجرح ما بيبقاش عميق، والدكتور بيطمنهم انه هيخرج بعد كده بكام يوم، بس هو محتاج يرتاح شويه. اثناء بقى ما هو في المستشفى بيجي ابوه وامه علشان يزوروه، وكانت وقتها امه متضايقه من اللي عمله اخوها جدا وعاوزه تضربه، بس هو بيقول لها انه اتضرب خلاص. وساعتها الاب بيقرر ينسحب فجاه لانه حس ان جيونج مش مرتاح، وده برضه بيخلي مراته تطلع تتخانق معاه لانه ما ينفعش يسيب ابنه في موقف زي ده حتى لو ما كانش مرتاح لوجوده. في نفس الوقت ده بتبقى هانسي بتتخانق مع جوزها وعاوزه تتطلق، فبتاخدها يوري تروق عليها شويه ويعملوا شويه شوبينج كده، وبعد كده بتطلب منها تصارحه بالكلام اللي لو قالته في الاول ولو ما عجبهاش الرد تبقى تتطلق. قبلها بيكون جين قاعد مع جيونج بيشتكي له من تصرفات هانسي اصلا اللي ما بقتش مفهومه الفتره الاخيره، وهو مش فاهم هي بتعمل كده ليه. فبيقول له ان امه ضايقتها بالكلام وقالت لها انها مش عارفه تربي البنت الصغيره علشان ما عندهاش ام تسالها. لما بتروح بقى هان علشان تواجه جين بالكلام بيعتذر لها على اللي امه قالته وبيفهمها انه مبسوط معاها جدا ومع بنتهم ولازم يستحملوا الفتره دي شويه لحد ما البنت تكبر، وبكده بيتصالحوا هما الاتنين وبتتخلى هان عن فكره الطلاق دي خالص. المهم بعد الاحداث الكتير اللي بتحصل دي بتروح يوري لجيونج وبتقول له انها موافقه تتجوزه بس لازم يلاقي شغلانه وما يفضلش قاعد لها في البيت كده ليل نهار، وسواء كان عاوز يرجع لشغله في النيابه تاني او لا اهم حاجه يشوف هو عاوز ايه ويعمله بس يلاقي شغلانه. بعد كده لما بيجي وقت التحقيق مع لي بيونج بيروح جيونج يقعد قدامه فبيقول له لي بيونج طب ما تقتلني
تغني وتريح دماغك بدل ما تقعد تستنى القانون. بس جيونج بيحرق دمه وبيقول له من فترة قليلة كنت عاوز انزل لمستواك والعبك، بس اكتشفت اني هنزل في الوحل، فعلشان كده هسيبك للقانون ومش هوسخ ايديا ابدا. وبيقرر بعد كده انه هياخد ركن في الكافيه ويقدم برضه هو كمان استشارات قانونية ويساعد الناس اللي بيتم استغلالها عن طريق ثغرات القانون. وبعد كام يوم بيروح جيونج يزور ابوه علشان يصالحه وبيطلب منه يحضر فرحه هو ويوري. لما بيجي بقى يوم الفرح كان شبههم، كان مليان اعاصير ومطر، بس في النهاية بيصمموا انهم يكملوا الحفلة للاخر بالرغم من كل العواصف اللي حواليهم. وبكده تكون قصتنا لمسلسل مقهى القانون انتهت، وحضرنا النهاية السعيدة لجيونج ويوري بعد الاعجاب السري اللي دام 17 سنة. وبالرغم من كل الظروف اللي مروا بيها قرروا انهم يكملوا حياتهم مع بعض. لو وصلتوا لحد النهاية ما تنسوش اللايك الجميل والكومنت الاجمل وتشتركوا في القناة وتكتبوا لنا عاوزين نلخص ايه في الحلقات اللي جاية. سلام.